عارف مين قاتل ومين مقتول. يمكن يكونوا فعلا من التدافع. لكن في النهايه ليه؟ يعني ايه السبب اللي بيحصل ده؟ يعني انا عايز اقول كان الزمالك لعب مره مباراه في السبعينات مع دوكلا براك تشيلي في نادي الزمالك ومات 55 من التدافع سنه 1900 حاجه في السبعينات يعني وانا بوصف يعني متابع الزمالك زملكاوي فعارف الحادث ده كان في نادي الزمالك وحصل تدافع بين الجماهير فمات 55. فالتدافع ممكن يؤدي الى الزمالك بس في نهايه المطاف مش عايزين نكبر بقى الامور ونقول شهداء وخلافه. لا عايزين مش يعني عايزين الكلام ده والناس كلمه شهيد دي بقت خلاص. كل واحد يتخانق مع واحد يضربه بالسكينه يقول لك ده شهيد. الشهيد هو اللي بيدافع عن بلده. من 2011 احنا طالعين كده كله شهداء كل واحد في الشارع شهيد فبلاش حكايه. لا احنا بنقول ضحايا يعني ضحايا ان حد استغلهم ضحايا. وبعدين اي وطن اذا كان عايز يعيش في ناس لازم يكون في ضحايا. يعني روسيا في الحرب العالميه الثانيه الاتحاد السوفيتي او روسيا اللي هي هيجي لنا ان شاء الله بكره فيها رئيس جمهوريه روسيا دفعت 20 مليون روسي ثمن دفاع عن وطنها. فعايز اقول الاوطان بتعيش بتضحيات. مفيش وطن بيعيش من غير تضحيات. فرنسا لما حصل موضوع ابدو دخلوا على الشقيقين اللي هم قويشي الاثنين ومن غير حتى ما محاكمه بقى ولا اي حاجه. هم عارفين ما فيش اعدام عندهم. فرنسا ما فيهاش اعدام. بدل ما فيش اعدام عمل ايه؟ اعدموه. فرنسا ما فيهاش اعدام. هيدخلوا السجن يقعد لمده 30 سنه ياكل ويشرب ويتفرج على التلفزيون. انا بخش الراجل ده هيقتلنا قتلنا الشرطه. طب بنعمل ايه؟ بنقتل الليله على كده. فعايزين نقول في دول دفعت 20 مليون والمانيا دفعت اكتر من كده في الحرب العالميه الثانيه وكل دول العالم. فهنفضل نتوقف عند واللي بيخرج عن اطار القانون. عايزه تحمي هذا البلد ولا مش عايزه؟ مش عايزين. لو مش عايزين خلاص خلي كل واحد يموت في السكه يبقى شهيد. ما ينفعش. خلاص الله يرحمهم. ولازم كل واحد فينا لابد ان نحترم القانون. طالما انا بحترم القانون مش هموت. صحيح. طالما بنحترم القانون مش هنموت. طيب خلينا بقى نروح لزياره بوتين بكره ان شاء الله. هو طبعا جاي ومعاه عده ملفات